أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بيكم معانا وحلقة جديدة ولقاء جديد في حياتنا يوم الجمعة. كل اللي صاحي معانا بدري وبهمة ونشاط كده بيستقبل هذا اليوم الجديد بنرحب بيه طبعا معانا وبمتابعة حلقتنا النهاردة وموضوعنا. هنتكلم فيه عن الحياء. الحياء دايما بيتقال عليه ان هو شعبة من شعب الإيمان. دايما المرأة بيبقى أجمل ما فيها هو الحياء. هنتكلم ليه المرأة مع انه في رجال ايضا بيتصفوا بالحياء، وهل هو مختلف ما بين الرجل والمرأة، وليه دايما الحياء من الإيمان، وليه مطلوب في حياتنا وتأثيره على مجتمعنا. يعني ايه اصلا الحياء؟ هل هو الكسوف؟ هل هو الخجل؟ هنتكلم في حاجات كتيره خاصه بهذا الموضوع مع حضراتكم. ندعوكم طبعا للتواصل معنا في هذا الموضوع في هذه الحلقه. بتمنى لحضراتكم وقت ممتع ويوم سعيد ان شاء الله. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم وبضيفنا الكريم هنتكلم معاه النهارده في موضوعنا. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية. برحب بحضراتكم
بالتعامل معاكم على الهواء مباشره. بيسعدنا تواصل حضراتكم معانا من خلال ارقام تليفوناتنا. زي ما نوهنا في البدايه، النهارده بنتكلم عن الحياء. ايه قصه الحياء ومن هم الرجال اللي تم وصفهم بالحياء، ويعني ايه حياء؟ حاجات كتير هنتكلم فيها خاصه بالموضوع ده. نتمنى ان احنا نشوف، يعني ساعات كتير كده بنقول هو ايه، مفيش حياء، مفيش خشة. محتاجين ده في مجتمعنا ليه وازاي يكون موجود؟ هنتكلم فيه مع حضراتكم ومع ضيفي اللي برحب بيه دكتور اشرف النجار من علماء الازهر الشريف وامام وخطيب مسجد النصر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يخليك، نورنا يا فضيله الشيخ. خلينا نتكلم الاول عن مفهوم الحياء يا فضيله الشيخ. هو ايه اللي بيفرق عنه عن الكسوف او الخجل، او هل هم نفس المعنى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نود أن نعرف السادة المشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق معروفة عند الجميع. الخلق الحسن معروف وهو ما يعني حسنه الناس. نعم. والخلق السيء يكرهه الناس. صحيح. حتى ولو كانوا غير مسلمين. نعم. لأن هذه الأخلاق جبلت في فطرة الناس عليها، يعني الأمانة. نعم. الصدق، الحياء، الأخلاق، إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء يعني شعور يعتري الإنسان يستحي منه أن يصدر عنه ما يخالف أو ما يخالف الناس. يعني هذا الخلق اللي هو خلق الحياء شعور لا يكون عند كل الناس، ولكن ده عند بعض الناس. هل احنا بنتولد بيه يا فضيلة الشيخ، ولا احنا بنكتسبه من خلال التربية من المجتمع اللي بنعيش فيه؟ يعني الولد يولد به. في طفل بيه؟ يولد بالحياء. يعني الصحابة ما كان، يعني في صحابة كانوا يتميزوا بالحياء، وصحابة يتميزوا بالعلم، صحابة يتميزوا بالشجاعة. الحياء زي الشجاعة، يعني خلق أو صفة جبل الإنسان عليها. يعني الشجاعة أيضا درجات تقوم وتهذب وتنمى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ناخدها حتى احنا بنتولد بيها، لكن حضرتك بتقول تنمى بعد، يعني معناها انه هي موجودة بالفعل عند كل انسان. ممكن طفل يكون ما فيش عنده حياء خالص وباباه ومامته يعلموه. بالظبط، يعني تربية كمان والبيئة اللي بيعيش فيها وممكن ما يبقاش عارف ان ده عيب، يعني ما فيش فيه حياء. يعني في مثلا في حاجات في انواع، مثلا طريقه هو بياكل وهو بيشرب وهو في الحمام، فبيعلموه من الحياء ان مفيش حد يشوفك وانت بتعمل كده. من الادب الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 شعبة. يعني قسم الايمان كذا و70 جزء. اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الايمان. يعني شوف الإيمان لما نقسمه 70 جزء، الإيمان كله، كل الإسلام 70 جزء. أعلى جزء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدنى جزء إماطة الأذى عن الطريق. وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني الحياء دي حاجة كبيرة جدا. الإيمان ده لو مليون حاجة، الحياء يعني مثلا ياخد 7% من الصفات كلها، لو هم 70 شعبة. والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الناس الجهلة اللي في الجاهلية كان على لسانهم الجملة دي، ومفكرين إن هم اللي بيقولوها، إنما دي ورثوها من النبوات اللي من زمان. إن مما أدرك الناس، واحنا بنستعملها في حياتنا اليوميه لغايه النهارده. بنستعملها لما بنشوف فعل ما او حد متبجح في التعامل او في الاقوال، يعني يقول لك اذا انت تستحي فافعل شيء. وفي نهار رمضان وبيولع السيجاره وواقف مثلا بيبيع موز، بيبيع بتاع، واقف في الشارع. طب انت مفطر، استحي الدار وانت بتاكل. انما كمان تجاهر يعني مفيش عندك حياء خالص، وهكذا. يعني بتحسي ان هي زي ما حضرتك بدأتي في المقدمة، ان بقت حاجة بعيدة، مع ان الاساس ان الانسان يستحي. كل امتي معافى الا المجاهرون. يعني كلنا ربنا هيسامحنا الا المجاهرون. قالوا من يا رسول الله؟ قال الرجل يعصي الله فيستره الله فيفضح نفسه. يعني انت كنت امبارح بتعصي ربنا وعملت كبيرة من الكبائر، وخلاص ربنا ستر عليك. تيجي بقى الصبح اما انا كنت سهران حتة سهرة، وتنشر الفساد في الارض.
يعني كل امتي معافى الا المجاهرون اللي مش عندهم حياء. او اللي بيجاهر بالفطار في رمضان. بيجاهر في كل حاجه. بيجاهر بالمعاصي بتاعته، بيعصي الله سبحانه وتعالى ولا يستر هذه المعصيه، مع ان الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الارض ويسترنا تحت الارض ويسترنا يوم العرض عليه. يا رب. بالنسبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. يعني كل دين بيتميز بحاجه فيه في الدين. قال ان الخلق بتاعنا بتاع الاسلام بتاعنا ده كله، الخلق اللي هو المفروض يبقى عند كل المسلمين الحياء، عند المرأة وعند الرجل وعند الطفل وعند الشاب وعند الهرم. المفروض ان الانسان يبقى عنده حياء، ولكن الحياء لا يوجد تعارض بينه وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ازاي؟ يعني مثلا العامل اللي عندك او الحارس بتاعك اللي في العمارة اخطأ، ما يبقى تبقى عندك حياء تقول له هو اخطأ ليه، ولا تقول له في وشه انت غلطت وعملت كذا كذا وتصلح له الغلط، تعلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعلم الناس وما يستحيش منهم في قول الحق. انت اخطأت في كذا، كان عليك ان تطلب كذا. يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب عندما جاء احد اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي وزع الفلوس اللي معاه على الفقراء والناس، وبعدين اليهود وقف على الباب وجايب 2، الرسول ما شافهمش، جابهم قالوا له احنا ما اخدناش. فالنبي قال ما عندي ما اعطيك، خلصت اللي كان هيتوزع. فاليهود قال له تسلف مني يا محمد واعطي اصحابك، خد انا واقف اهو معايا الفلوس واديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد منه الى اجل يعني مثلا الى شهر. فجاء الراجل ده اليهودي الصبح الفجر من بدري، يا محمد انتم قوم مطل يعني ايه؟ بتمطلوا وانتم بني هاشم لا تؤدون للناس حقوقهم، وانتم مش عارف غلط. يعني لو بيتغلط الكلام ده في انسان عادي لا يتحمله. فسيدنا عمر طلع السيف وقال دعني اضرب هذا عنق هذا الكافر اللي بيشتمك يا رسول الله. قال له رسول الله لا، اعطيه حقه. احنا كنا واخدين منه كام؟ قال له 20. قال له اعطيه 20 وزيده 5 وزودوا 5، يعني زودوه 5. فاليهودي قال انا خدت حقي، 20 اخد 5 زياده ليه؟ مش ربا. قال جزاء ما روعك ابن الخطاب، يعني عشان نخوفك شويه بالسيف وبتاع، وكان هيموتك لما انت شتمت وكده. قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أنا الذي جئت بالفقراء، وأنا الذي جئت بالمال، وأنا الذي وقفت على الباب حتى يعني أجرحك قدام الناس وأقول لك اديهم، وأنا الذي جئت مبكرا قبل ما الناس تصحى عشان أخذ، وأنا الذي اخترت هذه الكلمات البذيئة. لماذا؟ لأني علمت كل صفاتك في التوراة. عندنا الصفات بتاعتك كلها، شكلك إيه وعينيك إيه وشعرك إيه، كل الصفات. ومن الصفات التي لم أعلمها أنه يسبق حلمه غضبه، يسبق حلم الرسول غضبه، ولا تزيده الجهالة إلا حلما. يعني عنده حلم على الناس إن ما بيتعصبش بسرعة، ما بتنرف، اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكمان اللي قدامه أما يجهل على سيدنا محمد ولا تزيده الجهالة إلا حلما. فأنا غلطت وقلت لك انتوا علب ما بتدفعوش، وانتوا بتماطلوا، وانتوا كل ده عشان ايه؟ استفزك. وانت سبحان الله يعني فأنا دخلت في الإسلام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البنت العذراء اللي هي لسه ما تزوجتش في خدرها. نعم. ليه دايما مرتبط الحياء بالمرأة أو بالفتاة يا فضيلة الشيخ؟ الفتاة لأن الفتاة عندها حياء أكتر من الولد. يعني الفتاة هل دي طبيعة بشرية؟ يعني ربنا زي ما خلقنا على الفطرة، فطرة المرأة أكثر من فطرة الرجل. طبيعة المرأة البنت الخجل أكثر من الولد. الولد بيبقى عشان بيخرج وبيقعد، إنما البنت بتبقى دي حاجة صفة، زي العاطفة عند المرأة أكتر من الولد، الرومانسية عند المرأة أكتر من الولد، الحب عند المرأة أكثر من الولد. يعني بيقولوا إن أصعب ألم في الحياة كلها بعد ألم الحرق ألم الولادة. نعم. ومع ذلك المرأة بتولد مرة وتحب الطفل بتاعها، ويعني في نفس اللحظة بتنسى الألم. يعني لو الرجل سبحان الله هو اللي كده ما كانش يتحمل لحظة، مع إنه أقوى
جسميا. وشوف الطفل بياخد من المرأة الكالسيوم اللي فيها وبياخد ما اعرفش منها ايه وهي ضعيفة اساس، حملته امه وهنا على ايه؟ على وهن. ومع ذلك الحنان كله بيبقى من المرأة. ممكن الرجل يسيب اولاده وممكن يسافر وينساهم، وممكن تلاقي المرأة مهما كانت. ولذلك ايه القانون والشرع والبتاع وكل حاجة، الطفل بيبقى مع مين؟ مع امه في حالة الانفصال، لان هي احن الناس عليه. مهما كانت سيئة ده ابنها، مش هتفرط فيه صحيح مهما كانت. فهي عشان كده هي بالفطره اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى بيها ان هي اكثر خجلا من الرجل. طب وهل هو عيب في الرجل؟ يعني دايما لما يقول يا ده بيتكسف زي البنات يعني وكانها سبه يعني. لا هي ليست عيب. والدليل السيدة أم سليم رضي الله عنها أو أم سليم رضي الله عنها، دي من الصحابة، ذهبت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تخجل خجلا شديدا. يعني هي كانت خجولة وعندها حياء، ومع ذلك قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني بتسأل سؤال إن هي بتحتلم إن هي متزوجة مثلا. فقال يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يعني هي طالما يعني طبعا لا حياء في طلب العلم، إنما ما نقولش لا حياء في الدين غلط. الدين كله حياء زي ما بنتكلم اهو، انما نقول ايه زي مثلا يقولوا ايه. انا كنت هستعجل الفرق ما بين الاثنين. يعني حينما اسال بعض الاسئله اللي ممكن يبقى فيها خجل نقول لا حياء في طلب العلم، دي في طلب العلم ولكن ليست يقال عليها انها حياء في الدين. الست اسمها ام سليم الصحابيه بتقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء. وتعجبت عائشه ان هي بتسال سؤال زي ده مع ان عندها حياء. وجاءت امرأة أخرى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كيف أتطهر من حيضتي؟ إزاي اغتسل؟ الغسل يبقى الطبيعي المية. فقال لها رسول الله سبحان الله، يعني أنت مش عارفة تغتسل إزاي؟ فقالت لا أعرف، يعني أنا عاوز أعرف بالظبط. قال خذي فرصة من مسك فتتبعي بها أثر الدم. يعني فهمها ازاي تاخد مثلا قطعة من القطن او قطعة من القماش وعليها بعض المسك وعليها مش عارف ايه، وتتتبع اثر الدم وتنظف نفسها وتغسل جنبها الايمن ثم الايسر ثم تتوضأ ثم تصب الماء على جسمها. يعني تفاصيل دقيقة قالها سيدنا رسول الله لامرأة تتميز بالحياء. نعم. فالحياء اللي في البنت لا يمنعها من طلب العلم ده والسؤال. يعني لو لم كنت اسمع انه في بعض الاحيان كانت السيدات بتطيل في الاسئله لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستحي. نعم. فكان وينادي على عائشه. نعم كانت تكمل لهم السيده عائشه. وينادي على السيده عائشه لتشرح لهم. ولذلك السيده عائشه يعني نقلت لنا تفاصيل دقيقه لم نكن سنعرفها. يعني أحاديث كلها عن أم المؤمنين عائشة كتير جدا، آلاف من الأحاديث. نعم. مع أن هي كانت صغيرة في السن عندما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عز شبابها وعاشت بعده أكثر من 50 سنة. المدة الطويلة دي كلها جعلتها تنقل كل، يعني شوفي 50 سنة نقلت كل صغيرة وكبيرة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الحاجات التي لا يطلع عليها إلا الرجل وزوجته نقلتها، وهي موجودة في صحيح البخاري. نعم. في صحيح البخاري. بالنسبة لأنواع الحياء، أنواع الحياء كثيرة. أول حاجة الحياء من الله، من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين الحياء من الملائكة، وبعدين الحياء من الناس، وبعدين الحياء من النفس. طب خلينا نقسمهم بقى، كيف يكون الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ الحياء من الله نقرأ الآية ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. احنا بنقراها سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. بس ايه لو الواحد عاش وتأكد ان ربنا شايفه يعني وانت في اوضه النوم ربنا شايفك، وانت لوحدك وقافل عليك انت بره قدام ناس صايم وتخش تبقى وانت صحتك كويسه تاكل، ما انت ربنا شايفك. ألم يعلم بأن الله يرى، تستحي من الله. يعني المفروض الواحد يخجل من الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ده هو مش شايفك من بره، ده شايف كمان جوه الحقد والغل والحسد والحاجات اللي في القلب التي لا يطلع عليها أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله. قال لا، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى
وأن تذكر الموت والبلى، يعني تحفظ عقلك وتحفظ بطنك. يعني بدل ما تاخد أكل حرام وتحطه في معدتك، يبقى ده مش حياء من الله. انت عارف ان انت واخد رشوة، انت عارف ان انت واخد المال ده سحت، فلم تخجل من الله، وانت ده الحياء، حق الحياء، حق الايه؟ الحياء. ده اول حاجة اللي هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الحياء من الايه؟ من الملائكة. الملائكة كائنات خلقت من النور، لا نراها ابدا، زي ما احنا لا نرى الشياطين لا نرى الملائكة. الشياطين خلقت من النار والملائكة خلقت من النور، ونحن خلقنا من التراب أو من الطين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الملائكة التي خلقت من النور لا نراها، إنما هم يرون. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالواحد بينه وبين نفسه كده يستحي من الملائكة. يعني ما انا لو ما استحيتش من الملائكه هجيب الشياطين، فانا عاوز الملائكه موجوده، استحي من الملائكه، اشغل لهم قران في البيت، اشغل لهم اقول اذكار الصباح، اقول اذكار المساء، الملائكه تبقى جنبي. هي كده كده الملائكه موجوده، انما الملائكه بتنفر من حاجات كتيره. الملائكه تنفر من المكان الذي فيه رائحه خبيثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الثوم والبصل لمن اراد الخروج الى المصلى. واحد رايح الجامع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو قراتا فلا يقربن مصلانا. يخليه في بيته بقى، طالما ريحة بقه هتؤذي الناس. مهما أكل حاجات تانية برضو الريحة موجودة. الملائكة تستحي من الإنسان إذا تعرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الواحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الحمد لله، وعند جماعه لزوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لازم يبقى معاه أذكار كده بيقولها، عشان الملائكة تبقى موجودة، بس تبقى في جنب، ما تبقاش يعني قاعدة معاه، بس تبقى حافظاه. يعني لو لم تحفظنا الملائكة لتخطفتنا الشياطين بالكوابيس والأحلام المزعجة وما نعرفش ننام. الملائكة دي بتحفظنا بفضل الله. فيبقى أول حاجة الحياء من الله، تاني حاجة الحياء من الملائكة، ثالث حاجة الحياء من الناس. من الناس المفروض ان المجتمع يتميز بالحياء. يعني زي ما قلنا في البداية لا نجاهر بالمعصية. ما كرهت أن يطلع عليه الناس، وأنت معهم لا تصنعه وأنت بمفردك. سيدنا أبو بكر الصديق لما عين عمر بن الخطاب خليفة له، فقالوا كيف تعينه وهو شديد؟ ده هيبقى أنت طيب، إنما ده هيبقى قوي علينا وبتاع. قال هذا الرجل والله الذي لا إله غيره سريرته أفضل من علانيته. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيظهر، يعني أنت في الشغل دلوقتي بتظهر لنا الجانب الحلو بتاعك، مش كده؟ إنما بينك وبين نفسك ممكن تشخطي وتعملي وبتاع الجانب التاني. العكس بقى بتاع عمر الجانب اللي هو لوحده أحسن من اللي مع الناس. سريرته الإنسان دايما بيحاول يحسن نفسه. الواحدة وهي مخطوبة جوزها عريسها ما يسمعش منها إلا أحلى كلام، وساعة ما يتجوزوا بيسمع الوجه الثاني، وكذلك العريس. انما طول ما هم بعيد عن بعض لسه وعيد الحب وعيد البتاع ومش عارف ايه، وساعة ما يتجوزوا خلاص انسى كل ده خلف، خلاص كل ده كان يبقى في حياء في ده كمان. اخر حاجة بقى الحياء من النفس، ان هو الواحد يخجل من نفسه. يعني النفس نفسها لما يرتكب خطأ ما اللفظ ده انا اقوله ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الحياء من الإيمان، وأن الإيمان في الجنة، وأرشدنا إلى أن البذاءة من الخبائث، والخبائث في النار. البذاءة اللي هي اللفظ البذيء. الواحد يحاول يقول ألفاظ كويسة. والله الواحد بيشوف مثلا في المساجد وهو قاعد ناس من علية القوم جايين بقى، يعني واحد مثلا متخانق مع زوجته جايين يصطلحوا أو في الفتوى، تقول بيشتمني ألفاظ يعني ما تتخيلهاش. طب انت يعني باين عليك انت ابن ناس ومش عارف ايه، بتشتم الألفاظ دي ازاي؟ بتخرجها من لسانك ازاي؟ ما تحاول تمسك لسانك، احفظ ما بين فكيك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. قيل يا رسول الله وأن مؤاخذون بألسنتنا؟
قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ده أكتر حاجة بتوقع الإنسان في الجحيم، اللسان. يعني اللسان ده الواحد يحاول حتى لو انت بتسمع الفاظ. هو انا اعتب على الاعمال الدراميه في السنوات الاخيره، وقلناها كذا مره، لان القناه دي اسمها قناه العائله في كل بيت. والله يعني سبحان الله بنزلها على الفيس وبتاع عشان اقول التردد، لقيت الناس كلها عارفينها. الناس عارفينها، قالوا لي عارفينها يا مولانا، عارفين بقول في الجامع قالوا عارفينها يا مولانا. عرفت ان الناس كلها بتآمن ان فاتحينها 24 ساعه في بيتهم زيها زي الاولى زي الثانيه، لان قناه بتتعامل مع الطفل ومع الاسره ومع البيت. طيب الاعمال بقى اللي هي ظهرت في السنوات الاخيره هي اللي شالت الحياء. هل سيدات مصر بالطريقه اللي هي جايبينها؟ لا ولا هل هي مصر بهذا الشكل؟ هل مصر بالطريقه دي؟ دعاره ومخدرات، هل الموتى ومش عارف ايه والقتل والضرب والمخدرات هل مصر في كده؟ ده مصر بلد مش كانوا بيقولوا 1000 مأذنه، المليون مأذنه. وفي الشارع، انا اسكن في مدينه نصر، انا احيانا اعتقد ان ما فيش عماره الا تحتها زاويه. نعم والله من كتر يعني ما تمشي حتى في شارع عباس العقاد او مكرم، شوارع تجاريه بقول لك ما فيش يمكن عماره وعماره تلاقي زاويه صحيح. تحتها صحيح. يعني مصر دي دوله متدينه بطبعها. لو دخلت اي فندق في مصر حتى مهما كان عدد النجوم بتاعه هتلاقي مكان معدل الصلاه. لو دخلت اي مكان في مصر، ده شعب متدين بطبعه. لو دخلت اي مكان في الجيش، اي سريه حتى مش وحده بتاع، هتلاقي فيه مسجد ولا مش مسجد. لو دخلت في يعني الشعب المصري شعب متدين. ليه احنا بنشيل الحياء منه؟ ليه بنشيل وليه بنخلي الحياء بيبقى بين الولد والبنت؟ ده الولد ده المفروض هو يدافع عن اخته، وهو لو واحد بيعاكسها هو اللي يتصدر، وهو مش عارف ايه يعني. هل ممكن الحياء بيتجزأ يا فضيلة الشيخ؟ يعني حضرتك ذكرت بعض او انواع من الحياء، بدأناها طبعا بالحياء من ربنا سبحانه وتعالى وختمناها من الحياء بالنفس. هنا هل ممكن يتجزأ؟ يعني انا ممكن لو مسكت مثلا اول نوع واخر نوع استحي من نفسي مثلا لو ضايقت شخص، لكن هل ممكن انه الشخص ده نفسه هو لا يستحي من الله في ارتكاب المعاصي؟ يعني هو ده انا اقصده، واصل حضرتك الصوره. انا ممكن يعني بتلاقي ما فيش شخص عنده هذه الاجزاء الجميعه المتجمعه ممكن يبقى مظبوط لان الاحياء زي ما الحياء زي ما بقول الحياء زي ما قلنا ان هو صفه الانسان بيتولد معه صفات يعني بالفطره عندما ينشأ عليها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن فيك صفتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. اسمه أشج ابن عبد القيس. قال له إيه هم يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. يعني أنت فيك صفتين. هل هو الرجل اكتسبهم؟ لا، ما اكتسبهمش، ده هو ولد بهم. إن هو ولد حليما وولد عنده أناة، يعني تريث مش سريع. في واحد بيبقى عصبي مهما يحاول ان هو يبقى هادي هو عصبي، وفي واحد بيبقى هادي لا ينفعل، في واحد عنده حياء. فالشخص اللي انت بتسألي عنه ده هو عنده جزء او قدر ضئيل من الحياء ولكن لم ينمه. عندنا دور كبير جدا 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 في المدرسة. طب عايزين نقسم الادوار، بس مستنى حضرتك نتابع التقرير مع حضرتك ومع الساده المشاهدين خاص بموضوعنا، ثم نستكمل حديثنا من حضرتك ان شاء الله. خليكم معنا مشاهدين. إن الحياء والتواضع من خلق الإسلام. قد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومنه تعلم الصحابة الكرام الحياء. والحياء يدفع الإنسان إلى الفعل الجميل وترك كل فعل قبيح، فهو يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والمنكرات التي تسيء إلى النفس. أما التواضع فهو خصلة جميلة، وهي عدم الترفع عن الناس والافتخار عليهم مهما كانت منزلة الإنسان سواء بالمال أو بالعلم. الحياة في كل شيء. يعني الحياة ان انا مثلا لما الاقي حد في المترو، ودي ظاهرة بقت كبيرة قوي، يعني
ان الاقي حد في المترو ست واقفه كبيره او واحده ماسكه بنتها وتعبانه وشباب صغير وبتاع يعني ولا كانهم شايفينها يعني. فدي من ضمن حاجات السلوكيات يعني مش بتاعتنا. عامة هو الحياة دلوقتي مبقاش موجود قوي. يعني في بنات كتير جدا ممكن تلاقيها قاعدة على كافيهات بتشرب سجاير بتشرب شيشة. ما بقاش في حكاية الكسوف، ما بقاش في الخجل. مع ان الخجل مذكور يعني، ومفروض ان البنت يبقى عندها خشوع كده شوية. انا ما بقولش انها تبقى متقفلة، بس برضو تبقى متفتحة شوية، بس مش لدرجة انها ممكن تبقى قاعدة تلاقي الولد جه يهزر على كتفها، يعمل لها يهوشها. والله الحياء والتواضع يعني قيمة بنفتقد جزء كبير منها دلوقتي في البلد هنا. لو يعني لو الناس تهتم شوية بالتواضع، وان يبقى في تواضع بين الناس وبعضها، ان ما حدش يتكبر على حد. ده بالنسبة للتواضع. الحياء بقى احنا دلوقتي بنفتقد الحياء خالص في حاجات كتير، بالنسبة للشباب، بالنسبة للبنات كمان. ما بقاش في حياء زي زمان، زي ما احنا كنا بنشوف زمان. ان دلوقتي الولد ممكن يلبس اي حاجة، البنت بتلبس اي حاجة، الولد ممكن يتصرف اي تصرف في الشارع بدون حياء وبدون خشة. البنات جزء يعني في قطاع من البنات بيتصرف بالطريقة ديت. توجيه ما بقاش في اهتمام من البيت كمان ان هم يوجهوا الناس ازاي يقدروا اهل بيتهم الاطفال بدايه من الطفل الصغير. المفروض نبدا نوجهه ان يبقى عنده حياء وعنده تواضع مع زملائه في المدرسه. التواضع دي حاجه لازم يعني يكون في بني ادم، حاجه كويسه يعني. لازم يكون عارف ربنا ويكون متواضع، دي حاجه يعني من الاسلام، حاجه كويسه جدا يعني. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، برحب بحضراتكم. احنا معاكم على الهواء مباشره، ما زلنا في حياتنا بنتكلم طبعا عن الحياء. وبرحب بضيفي مره تانية دكتور اشرف النجار من علماء الازهر الشريف وامام وخطيب مسجد النصر. بارك الله فيك. اهلا وسهلا بحضرتك فضيله الشيخ مره تانية. الله يكرمك. كنا توقفنا قبل اولا يعني في اي تعليق لحضرتك على التقرير قبل ما نستكمل حديثنا؟ والله كل الساده المشاهدين اتكلموا في اللي احنا بنتكلم فيه. نعم. سبحان الله، والمشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها، وان البنات عادت بتقلد الاعمال الدراميه السيئه في الكافيهات والشيشه يعني الواحد عمره ما كان يتخيل ان واحده بتشرب شيشه وتجاهر بذلك، تبقى قاعده وممكن جوزها قاعد معاها وبيولع لها وبيحط لها والكلام ده. دي حاجات غريبه عن المجتمع زي ما احنا سمعنا منهم، ولكن يعني نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. الحياء ده بيبقى في حضرتك كنت بتسالي ان البنات بيبقى فيها خجل. في الاقاليم في محافظات مصر كلها تختلف عن الحضر. والعرب اللي هم البدو في مصر عندهم الخجل، وان العريس اول مره يشوفها والكلام ده كله. فالحاجات دي موجوده. يعني العادات والتقاليد ممكن بتبقى اقوى من فكره الحياء كدين يا فضيله الشيخ؟ العادات والتقاليد اقوى. اقوى، لان بقول لك حضرتك ان في الجاهليه كان عندهم حاجات اتولدوا. سيدنا عثمان ابن عفان ولد بالحياء قبل الاسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع يعني نايم كده، وكان جزء من رجليه باين. فدخل أبو بكر وسلم على سيدنا رسول الله فرد عليه السلام ولم يقعد، يعني فضل نايم النوم اللي كان نايم. ودخل عمر بن الخطاب وسلم فرد رسول الله السلام ولم يجلس. فدخل عثمان بن عفان وسلم فجلس رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما جلست لعثمان ولم تجلس لأبي ولا لعمي عمر؟ يعني ما قعدتش للاثنين. قال: وكيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني عثمان ده الملائكة نفسها بتستحي منه. طب أنا عايزة أسمع القصة دي بقى، لماذا تستحي منه الملائكة؟ بس هاخد تليفون سريعا. مدام سعاد، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. نستنى يوم الجمعة الحقيقة. أشكرك. يعني بيدينا شحنة زي ما قلت قبل كده من الجمعة للجمعة. أشكرك يا فندم. شيء جميل وحلقة دينية رائعة، ويعني ضيوفك الأفاضل الحقيقة بيمدونا بثراء في العلم. بارك الله فيك. شكرا لك يا مدام سعاد. ربنا يبارك فيهم ويعني يزيدكم من علمه إن شاء الله. آمين يا رب. وبحيي طبعا مرة تانية مسبيرو، وسيبكم من الكلام اللي بيتقال ده كلام فارغ. كل اللي على القنوات يعني الخاصة دي أصلا مفرخة مسبيرو، ده شق لوحده. أنا بتكلم دلوقتي في صلب الموضوع اللي هو الحياء. نعم. والحقيقة الإعلام والسينما والمسلسلات
ليها دخل كبير جدا جدا في طوارئ الحياه. نعم، ده اللي كان لسه فضيله الشيخ بيتكلم عنه. يعني بتبص تلاقي حضرتك المخرج يطلع يقول لك ما هو ده الواقع. واقع ايه؟ حتى لو كان ده الواقع في جزء من الاحياء، بس ما تبينش الصوره القاتمه المضله اللي بتدي انطباع لبقيه الشعوب انه دي مصر. لا، مصر جميله، ومصر بلد فعلا المليون مأذنه، ومصر بلد الازهر، ومصر ستاتها يتسموا بالحياء ويخجلوا حتى من لو في حاجه استفسار عايزين يستفسروه بيفضلوا ان هم يسالوا ست زيهم، واذا بس ما قدرتش تجيبهم او تديهم الاجابه المعلومه بيضطروا انهم، لكن بيبقى على استحياء. وانا مش عارفه الحقيقه يعني ليه ما نرجعش للافلام الكويسه وللحاجات اللي بتدي قيم. بنتمنى والله يا مدام سعاد. يعني ربنا يا رب يعني كده يحفظ بلدنا. امين يا رب. ويجعل كل النساء والرجال يتسموا بالحياء، لانه فعلا شعبة من شعب الإيمان. شكرا لحضرتك يا مدام، صباح النور. فضيلة الشيخ، أنا هتكلم عن موضوع سيدنا عثمان، بس أنا مدام سعاد في جملة دايما بتتقال عليها في إيه؟ زمان كان المسلسل او العمل الدرامي بيجي الساعه 8 وكلنا تلاقينا بنشوفه، اطفالنا يعني. اضرب امثال حاجات زمان بتاعت ذئاب الجبل، المال والبنون، مش عارف ايه، عمرنا ما نقول للاولاد ما تشوفوهاش. يعني مش فيها حاجه، المسلسلات الاجتماعيه قصص جميله صحيح. وايه، وال30 يوم بيتابعوها وعارفين في الاخر ان الحق هينتصر والباطل مش عارف ايه والظالم ايه يعني لها حاجه هادفه. نعم. فهي زي بتقول لك ايه، ان ما يقول مثلا المخرج اصل الدنيا عاوزه الفساد، لا مش عاوزه الفساد. هي بتقول هو ما بيجيش من عندي، انا بمثل الواقع. لا، حتى المخرجين، وده اللي هيخليني اقول لحضرتك دايما في مقوله بتتقال: اذا بليتم فاستتروا. يعني اذا يعني وانك تستتر ده نوع من انواع الحياء، استخبى يعني عشان ما تبانش هذه البلوى يعني. احنا ليه مش بنتبع ده؟ يقول لك ده واقع وانا بعرضه. يعني طب فين الحياء في ده؟ انت بتعرضه، انت بتعضده وبتؤكده انه ده. ربنا مش هيبارك له في ماله اللي هيكسبه، ربنا مش هيبارك له في صحته، ربنا مش هيبارك له في اولاده، ربنا هينتقم منه في بيته نفسه وهيندم، لان هيلاقيه مش سعيد. هو السعاده في جمع الاموال ولا السعاده في راحه البال. نعم. ان انت قدمت عمل هادف. ان احنا النهارده لما جينا الصبح وهي بتقول ان الهجوم على مسبيرو، احنا المبنى ده ملك الشعب. صحيح. هو بتاع الشعب. هو مجرد ما اي معد بيكلمنا نيجي جاري ليه؟ ده بتاع الشعب وده بتاع الاسره. ده بتاع الاسره المصريه. انما الحاجات ما كان لله ده ما واتصل، وما كان لغير الله مضى وانقطع. وبعدين اما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الارض. يعني ان شاء الله ان شاء الله يا فضيلة الشيخ. نرجع بقى لموضوع سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كيف كانت تستحي منه الملائكه؟ سيدنا عثمان بن عفان كان عنده حياء لدرجه انه عندما اصبح خليفه للمسلمين اخذ عليه هذا المأخذ. ان مثلا ان لما كان يعرف، انا مش عاوز اقولها وابالغ، ان هو عارف ان فلان ده مش قد المسؤوليه، كان يستحي ان يعاقبه. عكس، بس هو مش للدرجه دي، بس هي ظهرت ليه؟ لان عمر كان قبله اقوى، فكان فاروق وكان بيعزل العمال والمحافظين وفي لحظه واحده. فسيدنا عثمان كان يتميز بالحياء. سيدنا عثمان كان عنده الطيبه. سيدنا عثمان لما في عام الرماده ساعه سيدنا عمر بن الخطاب، عام اسمه عام المجاعه، لم تمطر السماء ومش عارف ايه، والناس جعانين، جات له قافله 1000 ناقه. تخيلي 1000 ناقه محمله بكل انواع الاطعمه دخلت المدينه. جولوا التجار قالوا له الدرهم بدرهمين. يعني الحاجه اللي انت جايبها ب1000 نديك 2000 نكسبك 1000. يعني شوفي 100%. تخيلي الربح قد ايه. قال جاءني من اعطاني اكثر. قالوا الدرهم ب3 300%، الدرهم ب4. قال لهم جاءني من اعطاني اكثر، لحد ما وصلوا ل8. يعني الحاجه اللي انت جايبها ب1000 هنديها لك ب8000. قال جاءني من قال له ما فيش في المدينه. قال احنا التجار. قال الله سبحانه وتعالى قال من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. الجمال دي كلها تذبح وتوزع على الناس لحومها، واللي عليها كمان يوزع على الناس. فتخيلي لما شاف الناس بتشرب بئر اسمه بئر روميه. البئر ده بتاع واحد يهودي وكان بيبيع الميه بالجركن، فكان بيتحكم في المدينه المنوره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الروميه ببئر في الجنه. فسيدنا عثمان طبعا روميه ده اليهودي ده
مغالي في ثمنه قوي. يعني اذا كان ثمنه 1000 بقول 100,000، يعني عارف الناس محتاجاه. سيدنا عثمان راح اشتراه منه، والراجل اليهودي قال له بشرط ان انت تتملك البئر يوم وانا يوم، يعني انت تبيع يوم وانا ابيع ايه؟ يوم. فسيدنا عثمان ايه؟ وافق، فقال للناس خدوا الكفايه بتاعتكم لليومين. فبقى الراجل تاني يوم ما بيروحلوش حد، فزهقوا ايه وسابوا. فتخيلي سيدنا عثمان كان عنده الحياء، والحياء مع الكرم. وهل فلس؟ ده بالعكس، مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف نفس الحكايه. نعم. ألا تعرفين أن 6 من ال10 المبشرين بالجنة كانوا أصحاب يعني آلاف في الملايين من الدينارات، يعني معهم الدنيا ومعهم الآخرة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الحياء يعني ربنا بيقول ايه؟ للفقراء الذين احصروا في بيوت، للفقراء الآية في سورة البقرة بتتحدث عن الفقراء اللي هم في بيوتهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نعم. تعرفهم بسيماهم، ده عندهم حياء. يعني كل واحد، هل توجد عائلة غنية؟ كل عيلة فيها جزء وجزء، جزء وجزء، يبقى كل واحد عارف ناسه. وهم دول يعني اللي هيروح لهم، ومش شرط يقول لهم دي الزكاة، لا، هات لهم على هيئة لبس لأولادهم، على هيئة حاجة، على هيئة هدية، على هيئة حاجة زي كده. النهاردة أما تشوفي الطفل بيدي المدرس الفلوس بإيده بتاعت الحصة الخصوصية، هيبص له إزاي؟ يعني الدولة اتجاهها دلوقتي إن شاء الله لتجريم الدروس الخصوصية، بس بمراحل. وإحنا شفنا محافظ الشرقية امبارح هو بيقفل المراكز لأن التلت دخل الأسرة المصرية رايح على الدروس الخصوصية. طب والمدارس؟ طب احنا كنا بندخل ولادنا مدارس خاصة عشان نرتاح، برضه بياخدوا دروس. طب دخلنا ولادنا مدارس لغات، برضه دروس. طب دخلنا ولادنا مش عارف مدارس دولية، برضه دروس. الله، هو الموضوع بقى موضوع جشع. فين المدرس اللي كان الطفل يشوفه يستخبى حياء منه؟ والله احنا كان في العهد بتاعنا معنا في سن ال40 كان لحد واحنا صغيرين واحد كان يخجل من المدرس ويحب المدرس. انما النهارده انت اما تنزل قيمتك وهيبتك امام الطفل، حتى ولي الامر اذا كان ابنه ضعيف وهو بيجيب له مدرس في البيت يعلمه، المفروض ولي الامر يخلي المدرس قدوه قدام التلميذ، يبقى هو اللي يتعامل مع المدرس طبعا. مش يخلي الطفل هو اللي يتعامل، لان المدرس ده هيعلم الولد، هيفقد هيبته ومش هيحترم الطفل. سيدنا هارون الرشيد كان جايب المعلم لاولاده، وده كان خليفه على المسلمين بيتحكم في 28 دوله. ولما خرج المدرس بتاعهم وبيعلمهم، لقوا الاولاد الامين والمامون اللي هم الولدين اللي هيبقوا يعني ايه، لقوهم بيجيبوا المدرس الجزمه بتاعته بيجروا بيتسابقوا عشان يجيبوا له الحذاء بتاعه. فكان سعيد بذلك ولم يغضب سيدنا هارون الرشيد، لان الادب فضل على العلم. نعم. هنرجع تاني بقى، حضرتك ذكرت بعض الاشياء الخاصه بسيدنا عثمان. لماذا قام الرسول؟ يعني هو استحى انه جزء من قام له حياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ستر قدمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان باين مثلا جزء من قدمه، في بعض يعني كان سيدنا عثمان بيستحي حتى النظر لعورته. وسيدنا علي بن ابي طالب كان كده كرم الله وجهه. نعم. يعني ما هي حاجات بقى عند بعض الصحابه، يعني في اللي بيترك مباح من كتر الورع المباح، لان كان في يقول لك ايه، كنا نترك 9 أعشار الحلال على عهد رسول الله مخافه الوقوع في الحرام. يعني في حاجات حلال بس فيها شبهه، يعني يا ترى حلال ولا حرام، فكنا بنسيب الشبهات دي مخافه الوقوع في الايه، في الحرام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين. يعني الرسل نفسهم في 4 حاجات احنا هنورثها منهم: الحياء والتعطر والسواك والنكاح اللي هو الزواج. يعني 4 حاجات أساسية اللي هي نحفظها السادة المشاهدين: الحياء اللي احنا اتكلمنا عنه طول والتعطر أي الرائحة الطيبة، ما يبقاش ريحتنا عرق ولا ريحتنا، الواحد يبقى ريحته كويسة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النهارده بنشوف ناس عندها 40 سنه ويقول لك مش متجوز، وبنات لا لسه مش عارف ايه، اما اخلص اما اتخرج اما اشتغل، وتلاقي العمر بيجري بيها.
لا، ده إذا حضر الكفء لازم إن هي تتزوج فورا وترضى بنصيبها، عشان الشيطان بيسيطر على اللي يفضل لوحده كده، لأن لا رهبانية في الإسلام، ورهبانية أمتي في الصلاة وفي الزواج. يعني الواحد بيبقى نايم على فراشه وبيكتب له ربنا الأجر كأنه بيصلي وبيصوم، لأنه هو كان بيشتغل وجاي تعبان، فربنا بيكتب له الأجر. السواك اللي هو تنظيف الأسنان، سواء السواك أو فرشاة المعجون أو اللي هو تنظيف السنان في النهاية. رائحة الفم. والزواج يبقى الحياء والتعطر والسواك والنكاح، دي سنن المرسلين. يبقى الحياء من عند المرسلين، فإذا ولد لي طفل لا يتميز بالحياء أقومه وأعلمه وأقول له عيب، لا ده عيب، مفيش حد يشوفك، اختشي، لا كلام ده لحد ما نعلمه. فأحيانا يكتسب هذا الخلق بالتدريب والتعلم، لا أن نهمله خلاص سيبه كده ومخلوق كده، لا ده بالعكس يزداد سوءا ويطلع بجح زي ما بيقولوا عليه، يطلع الواد بجح كده. صح. وبعدين في احيانا تلاقي واحد فرحان ان ابنه بقى بيشوح بايده كده وهو صغير وبتاع، ده غلط. لا، علمه ده ما تفرحش بكده. هل في ثوابت يا فضيلة الشيخ وفي حاجات بتفرض بالموقف؟ يعني حضرتك ذكرته سواء للولد او البنت انه ستر العورات، انه ما حدش يشوف ان ده من الحياء، انه ما ينفعش. بتبتدي تربي في الطفل انه ما ينفعش، انه لازم يحترم الكبير، انه ما ينفعش يشوح بايده، يعني في ثوابت. بس هل في مواقف بتختلف؟ في مواقف بتختلف. احيانا الواحد بيبقى حابب يشوف برضه صفات اخرى في ابنه، يعني مثلا يسيبوا موقف او اتنين ولكن يعلموا ان ما يبقاش قدام الناس. يعني في ثوابت وفي حاجات احيانا الواحد من الدلع، واحد ما عندوش الا طفل واحد او بتاع او بنت واحده ففرحان بيها وهي بتقول له باسمه كده من غير ما تقول له يا بابا او كده، بس برضه يعلمها. يعني يسيبها مره ما بيننا وبين بعض، ما بيننا وبين بعض، يقول ده ما بيننا وايه ما بين بعض. نعم. سيدنا موسى عليه السلام، حتى الانبياء يعني كان فيهم رسل تتميز بالحياء أكثر من غيرهم. نعم. أكثر واحد يتميز بالحياء في الرسل سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال رسول الله كان حييا ستيرا، يعني بيحب الستر وعنده حياء جامد، حتى لدرجة إن هم قالوا إن اليهود قالوا إن جلده فيه برص، يعني هو مداري جسمه كله عشان عنده برص، يعني عنده عيوب في الجلد بتاعه. فقام في يوم من الأيام ربنا خلاه يغتسل سيدنا موسى عليه السلام وهو جاي بيلبس كده، خلاهم يشوفوه فشافوا جسمه. ولذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني بيتهمون ان هو جلده مش كويس، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ده شكله جميل جدا بس هو اللي عنده الستر. وبعدين مع ذلك الحياء اللي عند سيدنا موسى انما كان في الطلبات من ربنا ما بتنتهيش ابدا. يعني ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي في ايدك؟ ما هو عارف ان هي عصايه، يقول عصايه وخلاص، اللي هي العصا بتاعتي اللي ضرب بها البحر وعمل بها مش عارف ايه، قال له عصايه اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. يعني قاعد يطول بقى في الكلام، يعني بيقول حاجات كتيره. وهو يطلب برؤية الله سبحانه وتعالى. رب أرني أنظر إليك. هو لما سمع تلذذ بالسماع، تلذذ بالسماع. يعني مثلا واحدة جوزها مسافر فبيقعد بره مثلا في السعودية سنة ولا في الإمارات ولا في أي دولة، فبتكلمه وحشني ومش عارف إيه وسمع إمتى بقى نشوفك. فهو سيدنا موسى سمع الله سبحانه وتعالى فطلب الرؤية. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب، استحى أن ينظر إلى الله لم يطلب الرؤيا وطلب للرؤيا. سيدنا رسول الله ربنا طلعه في ليلة الإسراء والمعراج، والموضوع ده معروف، واندك بصري في بصيرتي فرأيته من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حيائه ومع انه كان كالعذراء في خدرها زي ما قلنا في الاحاديث، وكان يحمر وجهه خجلا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقولوا كالرمان، يعني معقول للدرجه دي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الحياء في ان ينكر على الناس الحاجات الخطأ اللي بيقعوا فيه.
فشاف واحد بيصلي فقال بيصلي غلط، بيعمل كده ويطلع وينزل، ما يعني ما يلحقش يقول الفاتحه ولا قل هو الله احد ولا يقول سبحان ربي العظيم، يعني بينقر الصلاه كالديك. فقال له رسول الله ارجع فصلي فانك لم تصلي، ولم يخجل منه. ولكن في حين ان احنا عندنا قصه اخرى في الحسن والحسين وازاي كانوا بيخجلوا ان هم، وده من التربيه ومن حسن التربيه. وقالوا للراجل اللي ما بيعرفش يتوضا، قالوا له انا هتوضا واخويا يتوضا، شوف مين فينا اللي بيتوضا صح. نعم، شوف الافكار يعني ازاي. والاثنين اتوضوا صح، والراجل قال انتما المصيبان وانا المخطئ، يعني الراجل عرف. لما سرقت امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم دي أكبر عيلة في قريش بعد فتح مكة، والرسول بقى عاوز يتحبب اليوم ويتحبب، يعني واحدة من الأشراف، يعني المفروض ما بتسرقش يعني، بس يعني كانت الصفة دي فيها إن هي سرقت وهي صغيرة فتعودت على السرقة. فلما سرقت هذه المرأة لم يستحي رسول الله أن يقيم عليها الحد اللي هو حد السرقة، هيعاقبها. فجم للرسول صلى الله عليه وسلم، بعتوا له بقى 1 و2 و3، معلش وبتاع ده، اصل دي من عيله كبيره وما ينفعش يقام عليها العقوبه. ففي الاخر خالص قالوا ما فيش حد هيشفع عليها عند رسول الله الا اسامه بن زيد. اسامه لان الرسول كان مربي زيد، واسامه يعتبر حفيد الرسول يعني، فكان بيحبه جدا زي الحسن والحسين. فسيدنا اسامه راح لسيدنا الرسول قال له اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني احنا في الأيام ده احنا بنحمد ربنا على مصر وكل حاجة، بس نفسي تطبق عقوبة صارمة اللي يوقف عربية على الطريق الدائري ويروع الست وجوزها وولادها يقتل في ميدان عام أمام الناس. والله ده يبقى عبرة لمن يعتبر، صح ولا غلط؟ يعني لو غلظنا العقوبة وسهلنا إجراءات العقوبة تطبق على الجميع سواسية زي ما وتطبق على الجميع، لو ما نخجلش. نعم، ما لناش دعوه بمنظمات حقوق الإنسان والكلام ده، كل ده كلام اللي يحمينا. الدول الأوروبية بتطبق بصرامة، وإحنا لو طبقنا بصرامة هيختلف لأن إحنا بنحمد ربنا ان احنا الامن والامان اللي احنا فيه نطبقها على، يعني برضو بننتهز احنا في الواقع الكارثه والسيول والامطار ومحافظاتنا، بنوجه التعازي للقرى في محافظه البحيره وكفر الشيخ والاسكندريه، واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعوضهم وان يرزقهم الصبر على احزانهم وعلى فراقهم. المسؤولين في المجالس المحليه يبقى عندهم حياء بقى مرة، مش كل حاجة الجيش هو اللي يجي ينزل ويشفط ويعمل، ما عندهم الإمكانيات موجودة من البداية. أساسا كان المفروض يبقى فيه ده الأرصاد بتحذر بالظبط من قبلها، مش إن احنا بقى لها أسبوع هيحصل كذا وهيحصل كذا، وبرضه ولا حياء لمن تنادي. ما هو ما فيش حياء، ما فيش حياء. إذا قلنا، ما احنا لسه بنقول يا فضيلة الشيخ، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف النجار من علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب مسجد النصر. شكرا على حضور حضرتك معنا، وكل الشكر للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.